البنك الأهلي وبنك مصر بيفاجئ الجميع بعائد 26%، أفضل عائد بعد اجتماع البنك المركزي. تعال نشوف تفاصيل الفايدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار، من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد اجتماع البنك المركزي الأخير الذي قرر فيه تثبيت أسعار الفايدة لسعر عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 19.4% و20.4% على الترتيب، وكان بيتوقع البعض إن هيكون في رفع أسعار الفايدة أو إصدار شهادة جديدة أو شهادة استثنائية لربط أعلى عائد، خصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم، وإن العائد 19% حاليا يراه الكثير غير مناسب، خصوصا إن التضخم وصل إلى أكثر من 40%، والعائد 19% هنا بيكون بالسالب ويؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال. مع تأجيل البنك الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر، ولم يحدث تخفيض لسعر صرف الجنيه المصري لأن الحكومة بتطرح بعض الشركات حاليا، وذلك لتوفير العملة الصعبة. كل ذلك بيأثر على قرار البنك المركزي الأخير واللي قرر فيه تثبيت أسعار الفايدة. ومع تثبيت الفدرالي الأمريكي لأسعار الفايدة برضك أثر على قرار البنك المركزي. ومن الجيد تثبيت أسعار الفايدة لأن كل حاجة عند رفع أسعار الفايدة بترتفع في الأسعار، وعند تثبيتها بيتم هدوء في نسبي في السوق حاليا. ولكن يجب وضع في الحسبان فائدة الشهادات حاليا غير مناسبة لكثير بعض من العملاء، ولذلك نبحث حاليا عن أفضل عائد مطروح بالبنوك. وأفضل عائد بالبنوك حاليا وهو على الإطلاق وهو عائد أذون الخزان، لما توفره من مميزات. أولها العائد بيصل إلى 26% قبل خصم الضريبة، وبيتم أخذ العائد مقدما، يمكن استثماره مرة أخرى لتعويض قيمة الضريبة 20%. ثانيا يمكن تسييل أموالك أي وقت، وتقدر تربط ساعتها على أعلى عائد بيصدر ويكون مناسب ليك. والبنك الأهلي وبنك مصر بيصدروا أذون خزانة بالنيابة عن البنك المركزي، بتصل العائد فيها إلى 26%. تقدر تربط أذون الخزانة على 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو عام، وبتاخد العائد بتاعك مقدما. والفيديو القادم هيكون عن طريقة ربط أذون الخزانة بكل سهولة سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. وما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو لتعم الفائدة على كل أصحابك.